راجل عنده 80 سنة بيعتدي على طفل عنده 8 سنين جوه حمام مدرسة. تعال اقول لك ايه اللي حصل. واحد عنده 80 سنة اسمه صبري كامل، ده مراقب مالي في مدرسة اسمها الكرمة في دمنهور. بيعتدي على طفل اسمه ياسين عنده 8 سنين جوه حمام المدرسة اعتداء جنسي، وقعد لمدة سنة بيعتدي عليه الاعتداء الجنسي ده. الموضوع لما اتعرف الطفل كان بيحكي، كان بيقول ان الدادة او الناني هي اللي كانت بتاخده ويقول لها انا مش عايز اخش الحمام، تاخده بالعافية تدخله ليه الراجل اللي عنده 80 سنة ده، ويعمل اللي بيعمله ويشده من شعره ويضربه ويعمل معاه الفعل البذيء ده، وبعد كده يخرجه للدادة تغسل وشه وتلبسه هدومه وترجعه الفصل مرة تانية. الأم اكتشفت الموضوع ده بعد سنة لما لقت إن الولد صعب إن هو يخش الحمام وبيلاقي معاناة، فراحت كشفت عليه. الدكتور قال لها المكان ده متوسع تقريبا سنتي كامل وتم الاعتداء على ابنك والفترات طويلة. الكارثة اللي في الموضوع الدادة بتعمل كده وعارفة ومتعمدة تعمل ده. لما الولد راح حكى للمدرسة بتاعته قال لها انا ما قلتش لبابا وماما اقول لهم ولا لا، قالت له لا اوعى تقول لهم وبرافو عليك ان انت ما قلتش. المراقب المالي اللي عنده 80 سنة ده قال له لو قلت لباباك ومامتك هعمل فيهم كده وهموتهم. مديرة المدرسة نفسها اللي كانت عارفة ومطرمخة على الموضوع قالت له برضه لو قلت لباباك ومامتك هتتبهدل، اوعى تقول لهم. فشكلها كده المدرسة كلها كانت عارفة، وشكلها كده المدرسة كلها كانت عصابة. ناس على السوشيال ميديا بتقول ان الراجل ده عرض على اهله، على اهل الطفل يعني ياسين، مش عارف 3 كيلو ذهب، وناس تقول لك لا ده 30 كيلو ذهب. يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده لو مليون كيلو ذهب فين صحة الولد وحالته النفسية؟ الغريب بقى في الموضوع ان الناس بتشكر الاب والام، ابو ياسين وام ياسين، ان هما ما وافقوش على موضوع الذهب ده. انتوا بتشكروهم على ايه؟ دول مغفلين، دول نايمين على ودانهم، سايبين ابنهم لغاية ما اتبهدل كده سنة بحالها. انتوا فين؟ سايبين ابنكم بالوضع ده ازاي؟ ما بتروحوش المدرسة؟ ما بتسألوش عليه؟ البجحة مديرة المدرسة اللي اسمها وفاء كانت طالعة في مكالمة هاتفية مع لميس الحديدي، بتقول لها انا الوزارة منبهة عليا ان انا ما اتكلمش في الموضوع خالص، ولكن الراجل اللي عنده 80 سنة ده شغال مراقب مالي ومش في المدرسة. يعني ما بي مش مداوم دوام كامل في المدرسة، لا ده بيجي يشوف الأحوال المالية ويمشي. طب دي كارثة، دي مصيبة سودة تانية. يعني ده مش شغال في المدرسة وقعد سنة بيعمل في الولد كده، والمفترض ان انت عارفة لازم المدرسة اللي حكى لها الولد تتحاسب، والراجل ده طبعا ده لازم يتسجن، والدادة نفس الكلام، ومديرة المدرسة نفس الكلام. المدرسة دي كلها لازم تتشمع. هو احنا فين يا جماعة؟ احنا في غابة؟ طب احنا لو مش هنأمن على عيالنا في مدارس هنأمن عليهم فين؟ المصيبة السوداء بقى ان الراجل اللي عنده 80 سنة ده اصلا كان محكوم عليه في قضية شبه كده، فواضح ان هو ماشي عمال بيعمل كده في ولاد الناس. فاحنا فين؟ كلنا في انتظار القانون وفي انتظار القضاء يحكم في الموضوع دوت. يا جماعة الموضوع منتشر جدا على السوشيال ميديا، شيروا الفيديو ده. انا اول مرة اقول لكم شيروا فيديو ليا، شيروا الفيديو ده، عايزينه ينتشر لاكبر عدد من الناس واكبر عدد من المسؤولين. وللمرة المليون يا جماعة خلوا بالكم من عيالكم.